حذاري من غفلات الإعلام التي تستغفل المسلمين في رمضان. الناس مع الأسف يبتلعهم التلفزيون في ليالي رمضان، وهذه كارثة لأن الوقت الذي أعطي لك واحد، ما عندكش في كل ليلة 2 ليلات، ليلة تفرج فيها في التلفزيون وليلة درس القرآن مع الأسرة ديالك، الأبناء ديالك والزوجة ديالك. لك فرصة واحدة، فلا يعيش التلفزيون مكانك. راه التلفزيون كيعيش الحياة ديالنا، هو كيتكلم وحنا كنشوفه، يبتلعنا. ولذلك أعطي التلفزة وقت آخر لما فيها من خير، أما شرها فلا يصلح لا لرمضان ولا لغيره. وتفرغ في رمضان لله. خص لسانك انت يخدم، ماشي التلفزيون كيخدم في موضعك. ماذا صنعت أنت مطلوب منك أن يشتغل لسانك بذكر الله، وتشتغل يدك ورجلك وبدنك كله بالإقبال على الله. شفت ملي تكون جالس، ماشي غير كتكون قيام الليل، ماشي غير في القيام وفي التراويح، راك جالس يعني في جلسة مربع رجليك في حلقة مع زوجك وأبنائك، تتدارسون كتاب الله عز وجل وكتذكروا الله تعالى من خلال كتابه. راه الجسم ديالك كله خدام، جسمك كله، لأن الجهاز العصبي ديالك والدماغ ديالك مادام أنه تركز مع كتاب الله تعالى وتفتح القلب على القرآن الكريم، راه واخا راك جالس راه خدامين يديك ورجليك وودنيك، كل شيء فيك اشتغل بالله. التلفزيون يبتلعك تماما، ما كيخليش منك شعره واحده حيه، يقتلك. وهذا نعيشه في أنفسنا. ملي كيكون التلفزيون في الدار خدام كأن الأسرة على رؤوسها الطير، كاين شي واحد كيتحرك. خشوع تام مع الأسف، ولا كخشوع كثير من الناس في الصلاة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهد قلوبنا إليك، اللهم اهد قلوبنا إليك، اللهم اهد قلوبنا إليك، واجعلنا لك آئبين تائبين توابين متطهرين مقبلين عليك لا مدبرين ثابتين لا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب هذا الشهر المبارك رمضان بالخيرات والبركات والرحمات والأنوار يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. اللهم لا تفتنا فيه ولا تفتنا قبله ولا تفتنا بعده، اللهم ثبتنا فيه وثبتنا قبله وثبتنا بعده على صراطك المستقيم وعلى كتابك المستبين، واجعلنا لك من الشاكرين ولآلائك ونعمائك من الذاكرين الحامدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.